ازيكم؟ الكيكه اللي انتوا شايفينها دي كيكه يابانيه مشهوره جدا في اليابان، والقطع منها هنا غاليه جدا. مش عشان مكوناتها غاليه، لا، علشان نسبه نجاحها قليله جدا، بالاخص ان هي ما فيهاش اي مواد رافعه، ما فيهاش بيكنج باودر. فانا عاملها اول مره معاكم، مش عارفه اذا كانت هتنجح ولا لا. يلا نشوف كده هتتعمل ازاي، يا رب تنجح معانا. يلا بينا نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها في الوصفه البيض. هنحضر 6 بيضات وهنبدا نفصل الصفار عن البياض. في ناس كتير جدا بتستصعب ان هي تفصل الصفار عن البياض، بالرغم ان هي يعني سهله جدا. لو انتوا لسه مبتدئين اعملوا بقى الحركه دي، تجيبوا الصفار على ايديكم واوريدي بياض البيض هينزل في البوله بكل سهوله. يعني اعتقد مفيش طريقه اسهل من كده. لو لسه مبتدئين افصلوه بايديكم، هيتفصل بسهوله جدا. هنفصل كل بقى كميه البيض، وامشوا بكل الخطوات وبنفس التكنيك بالترتيب عشان الكيكه يعني تبقى مظبوطه معاكم. ما ينفعش نعمل خطوه قبل خطوه. يعني اول خطوه هنعملها اللي هو هنفصل الصفار عن البياض، هنسيبه بقى على جنب. بعد كده هنجيب كزرولة على النار وهنحضر 100 جرام من الزبده، وكمان هنضيف عليه 100 جرام من الحليب. هنسيبه بقى على قبل درجة الغليان كده بشوية، على مثلا 50 درجة مئوية، يعني قبل ما يغلي بشوية صغيرين. يعني احنا مش عايزينه يغلي، لكن عايزينه سخن. بعد ما سخن معانا كويس جدا والزبدة ساحت، هنشيله من على النار وهنجيب 100 جرام من الدقيق هنخله كويس جدا في اي بقى حاجة عندكم. وهنجيب كمان 2 جرام من الملح او رشة ملح صغيرة جدا، وهنبدأ بقى ننزل بالحليب كده ونقلب بسرعة عشان بس الدقيق ما يتكتلش معانا، فنقلب يعني بأقصى سرعة. بعد ما نقلبه كويس جدا، كنا احنا محضرين طبعا صفار البيض، هننزل بقى ببيضة بيضة. يعني ننزل ببيضة، بعد كده نقلب كويس جدا تختفي، نبدأ ننزل بالبيضة التانية، وهكذا لحد لما كمية البيض تختفي تماما. انا بقى هنا حسيت ان قوام الكيك يعني تقيل شويه، مش زي ما كان قوامه في الفيديو. يعني قوامه كان في الفيديو انا كنت بفرج عليه، لان كان ياباني هو اللي بيعمل الكيكه، فكان بيعملها بالطريقه الاصليه بتاعتها، برغم ان انا مشيت بنفس المقادير بالظبط بالجرامات على الميزان. لكن اللي ممكن يكون كل دقيق بياخد مثلا سوائل مختلفة عن التانية، فده كان محتاج سوائل اكتر شوية. فضفت ربع كوباية كمان من الحليب. هنجيب بقى بياض البيض. يعني انتوا ممكن تعملوا 100 جرام من الحليب يطلع مظبوط معاكم على حسب نوع الدقيق. ممكن تعملوه تلاقوا مثلا الكيك تقيل شويه، ممكن تزودوا شويه كمان من الحليب عشان يظبط بس معاكم وتنجح كمان الكيكه معاكم. هنجيب بقى بياض البيض وهنضيف 100 جرام من السكر، وهنضيف كمان معلقه كبيره من الفانيليا على قد ما نقدر. يعني نكتر شويه من الفانيليا لان كميه البيض هنا كبيره، فاحنا مش عايزين طعم البيض يكون باين في الكيك. بعد ما ضربناه كويس جدا، هنجيب الخليط اللي احنا حضرناه وهننزل بيه على بياض البيض، وهنجيب سباتولا وهنقلب من تحت لفوق من تحت لفوق لحد لما الكميه كلها تخلص. وخلي بالكم قلبوا بنفس الطريقه علشان الهواء ما يخرجش من بياض البيض اللي احنا ضربناه. وهننزل بالخليط اللي احنا جهزناه، ننزل بيه تدريجيا. بعد بقى ما كل كده يعني يختلط كده كويس جدا مع بعض، مش هنفضل ان احنا نخلط كتير جدا. مجرد ما كل المكونات تختلط كويس مع بعض يبقى كده نوقف خلاص تقليب. هنجيب بقى صينيه عندنا وهنبطنها بورق الزبده، وهنجيب ورق ألمونيوم او ورق فويل، وبرضو هنبطنها من بره زي ما احنا كده شايفين. وهنجيب بقى وهننزل بالخليط. بعد كده هنجيب صينيه اكبر شويه من الصينيه اللي احنا حاطين فيها الكيك، وهنحط فيها قالب الكيك، وهننزل بميه مغليه مثلا لربع او نص الصينيه، يعني مكترش عن كده. وهندخله على درجه حراره 170 لمده ساعه. ما نفتحش الفرن يا جماعه. بصوا بقى بجد انا مش مصدقه النتيجه. كنت متوقعه ان هي ممكن تهبط مننا او تبوظ او مش هتستوي، او فكنت يعني كنتش متخيله النتيجه ان هي تنجح كده. قطعتها بقى كده 4 قطع زي ما هو كان مقطعها بالظبط في الفيديو. بص مش قادره اقوله، خطيره خطيره. لحظه تبويظ الدايت هنشوفها بقى كده عامله ازاي. بصوا يا جماعه هايشه جدا، عامله زي السحاب، حاجه كده بجد خيال يعني. مكنتش متوقعه ابدا النتيجه ان هي تطلع بالجمال ده خالص. بصوا بصوا عامله ازاي. بصوا فظيعه.
اكني يا جماعه ما باكلش حاجه، اكني باكل حاجه زي السحاب، حاجه كده ناعمه جدا، حاجه سوفت قوي بجد، روعه 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 يعني. ممكن كمان ان احنا نزوقها لو في كريمه او كده، ممكن نعملها تورتايه، ممكن ان احنا نزوقها كلها بالكريمه، هتبقى حلوه جدا. بصوا عامله ازاي. الحمد لله ان هي نجحت. اشوفكم بقى في فيديو جديد، اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير كومنت حلو. باي باي.